قيل لبعض العلماء: ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ السؤال اللي سألته دلوقتي الأصول في أحد العلماء: ما بال كلام السلف أو كلام السلف أنفع من كلامنا؟ قال: لأنهم تكلموا لعز الإسلام ونجاة النفوس وإرضاء الرحمن. أما نحن تكلمنا لعز النفس وطلب الدنيا وإرضاء الخلق. درس اليوم الإخلاص، والإخلاص شرط من شروط لا إله إلا الله. قلنا شروط لا إله إلا الله 7. هل فاكرهم؟ العلم، اليقين، الإخلاص، الصدق، المحبة، القبول، الانقياد. دول 7. تكلمنا عن العلم واليقين، والنهارده نتكلم عن ايه؟ عن الإخلاص. ما الإخلاص لغة؟ الإخلاص لغة تنقية الشيء وتهذيبه. يعني اللبن لما تنقيه من كل شائبة تشوفه في غبار عليه في أي حاجة وتنقيه كده وتصفيه نسميه لبن خالص. وربنا سماه في القرآن يخرج من بين دم وفرث لبنا خالصا. ربنا صفاه ونقاه وخلصه من كل الشوائب فسمى ايه؟ خالص. فالعمل اللي تعمله تنقيه من كل الشوائب يبقى عمل ايه؟ خالص. يبقى عمل خالص. طب ما معنى الإخلاص اصطلاحا؟ يبقى احنا قلنا لغة تنقية الشيء وتهذيبه. اصطلاحا في تعريف جميل للعلماء كده: النسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق. نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق سبحانه وتعالى. في أثناء العمل ما يبقاش في حد عندي أهم من الله سبحانه وتعالى. أنا راضي بس بربنا. هل ربنا راضي عن العمل ده؟ ولو كل الناس مش راضيين عنه ما يهمنيش. ده الإخلاص. أن تكون حركاتك وسكناتك لله سبحانه وتعالى، لإرضاء الله سبحانه وتعالى. في واحد كان بيصلي 40 سنة كل الصلوات في جماعة في وقتها، وبيحضر تكبيرة الإحرام في المسجد فجر ظهر عصر مغرب عشاء 40 سنة، وجه في يوم نام عن صلاة الفجر فقام مذعورا. قام ايه؟ مذعورا وحزن شديد. فقيل له: ليه يعني الحزن الشديد ده والذعر اللي انت فيه؟ قال: هقول ايه للناس اللي بيصلوا معايا في المسجد؟ هقول لهم ايه؟ تقريبا 40 سنه ضايقت نفسي. هقول ايه للناس اللي معاهم في المسجد؟ ما انا بقول لك شوف الكلمه حصلت ايه؟ احبطت العمل كله. 40 سنه في صلاه جماعه في جماعه، 40 سنه في صلاه في جماعه. في حد من الامام الغزالي رحمه الله هو قصه عنه كده بسيطه كده، قال لك: قرأ حديث من صلى او من اخلص لله 40 ليله تفجرت الحكمه من بين جوانبه. قرأ هذا الحديث
جهاد شديد عشان يوصل للحكمة. وفي ليلة 40 جاء هاتف في المنام وقال له يا غزالي إنك أخلصت للحكمة ولم تخلص لله. الموضوع خطير يا جماعة، موضوع الإخلاص ده خطير. ما طلع الشمس على أحد بعد النبيين على أحد أفضل من أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. ليه؟ سبب الإخلاص. ما سبقنا أبو بكر بكثير صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه. بشيء وقر إيه؟ وقر في قلبه. في مقولة جميلة جدا: العمل من أجل الناس شرك، وترك العمل لأجل الناس رياء. استوعبنا الجملة دي ولا لا؟ العمل من أجل الناس شرك. يعني أنا لو جاي أصلي كده وجاي أصلي في جزء في المسجد علشان الناس تقول يا سلام الشيخ ما شاء الله، وهو اللي جيت كده الناس تتكلم عنه وتمدح وكده، ده شرك مش رياء، ده شرك. وترك العمل من أجل الناس رياء، يعني أنت عمل صالح علشان الناس مش عاجبها العمل ده. عشان الناس ايه؟ مش عاجبها العمل ده. الناس مش عاجب الشيخ سيد يقف في الصلاة يطيل في صلاة التراويح، فالناس مش عاجبها انه يطول في صلاة التراويح دي. إطالة القيام والصلاة والوقوف بين يدي الله عز وجل عمل صالح، عمل كبير. فيقول لك لا، عشان خاطر الناس انا اعمل ايه؟ انا قبل كده هصلي ركعتين كده بصراحه اخاف من كده على طول. انا عايز المسجد بتاعي يبقى مليان، عشان هو المسجد ده خليهم ركعتين ونقوم ونقعد صلاه التراويح ورا بعض. العمل من اجل الناس اصلا احنا مش هنضحك على ربنا، بس صراحه حقيقه العمل من اجل الناس شرك، وترك العمل من اجل الناس رياء. موضوع الاخلاص طبعا الايات القرانيه كتيره جدا في الاخلاص بتدل على الاخلاص. قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والايات طبعا في القران الكريم كثيره جدا. ومن احاديث النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا ابو هريره سال النبي صلى الله عليه وسلم: من احق الناس بشفاعتك يوم القيامه يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما ظننت ان احدا يسالني هذا السؤال قبلك يا ابا هريره. لحرصك على الحديث: احق الناس بشفاعتي يوم القيامه مين؟ من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه ونفسه. قولوا لا اله الا الله، قولوا لا اله الا الله، قولوا لا اله الا الله. بسرعه كده قصه برضه يعني عشان انت في عصر السرعه. رجل في التابعين، يعني حصن من الحصون كان كبير جدا شديد جدا وقوي، والمسلمين حصروه مده طويله وما قدروش يفتحوا الحصن. فرجل من المسلمين قرر ان يقتحم، يعمل عمليه عمليه. فهذا الرجل بالفعل ملثم كده ودخل واستطاع ان يصل الى السور بتاع الحصن ويعمل نقد ويدخل ويفتح للمسلمين الباب، الباب وفتح الحصن. فبسام بن عبد الملك اللي هو قائد جيش المسلمين قال: من صاحب النقب؟ مين اللي نقب الحصن؟ من صاحب النقب؟ فلم يخرج ولم يحدث عن نفسه. فقال: بحق طاعتي عليه لا
اخبرني ومش هقوله قدام الناس، انا هقول للحاج اللي على البيت بتاع الاماره دار الاماره يدخل اي حد يجي يقول انا هخبر عن صاحب النقد. فراح له بالليل، راح على النقد بالليل، قال للحاج ان انا عايز ادخل الامير. قال له انت صاحب النقد؟ قال له اخبره بصاحب النقد. فدخل على الامير وهو ملسع، فقال له هل تعرف صاحب النقد؟ قال له نعم، بس عشان اقوله لك اشترط عليك 3 شروط. قال له قول لي. قال له الشرط الاول لا تخبر امير المؤمنين كما اختار عمر بن الخطاب بي، يعني ما تخبرش امير المؤمنين بالاسم، ما تبعتوش كتاب وتقول له اتكلموا عني يعني. ده الشرط الاول. الشرط الثاني لا تسالني عن اسمي، ما تسالنيش اسمك ايه. الشرط الثالث لا تجعل لي مكافأة، يعني ما توجبش وتفرضش لي مكافأة من بين المسلمين بسبب هذا العمل. بسبب ايه؟ العمل عايز يبقى ايه؟ خالص لوجه الله سبحانه وتعالى. فقال له اللي انت قلت ما هعمله. فقام شايل اللسان عن نفسه، اللسان ايه؟ عن نفسه، وعرف نفسه. الى الان احنا ما نعرفش اسمه. حد يقول عليه صاحب ايه؟ صاحب النقد. صاحب ايه؟ النقد. فعرف عن نفسه. فسلمة بن عبد الملك كان يدعو دائما ويقول اللهم احشرني مع صاحب النقد. لأن العمل المخلص يا جماعة خاص لوجه الله سبحانه وتعالى هو الفرق بين الإنسان والإنسان الإخلاص. احنا كلنا بنصلي جنب بعض بس في فروق. ايه الفروق؟ الإخلاص. طب أنا عايز أبقى مخلص أعمل إيه؟ أول عمل تعمله أكثر من ذكر لا إله إلا الله. اقعد قول كتير لا إله إلا الله. أكثر من ذكر لا إله إلا الله. رقم 2 ادعو الله أكثر من الدعاء وتقول اللهم اجعل أقوالي وأعمالي خالصة لوجهك الكريم. دايما تخلي كده تدعو ربنا أن يجعل أقوالك وأعمالك خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. أيضا صاحب من ترى فيهم أو تعتقد فيهم أنهم يخلصون الأعمال لله سبحانه وتعالى. بتلاقيهم كده تشعر منهم أنهم بيعملوا فعلا بإخلاص. خليك صاحبهم، ابعد عن المرائين اللي بيحبوا الشهرة ويحبوا الناس ومراءات الناس ولازم كل شوية يكلمك عن الناس والله يا شيخ عامل على الخطبة بتاعتك كانت حلوة أوي النهارده. الناس والله في ناس قال لا الخطبة بتاعت الشيخ طول فيها وكانت وحشة أوي النهارده. الناس مش عارف قالوا عليك انت بتطول في الصلاه. الناس قالوا عليك انت بتدينا الدرس تقعد تتطول. الناس مش عارف ايه. كل واحد في ناس كتير تيجي تقول لي كده اقول لهم طيب ماشي حاضر يا ناس حاضر الناس. انا لو فرحت بمسك الناس ليا وزعلت من ذنب الناس ليا ده يقدح في ايه؟ يقدح في الاخلاص. عملك في الخلوه يكون زي عملك في الجنه. زي عملك ايه؟ يعني الطاعه في الخلوه تكون زي الطاعه في الجنه. يستوي عندك مدح الناس ويستوي عندك ذم الناس. وفي علامة ثالثة، الثلاث علامات كده الإخلاص. العلامة الثالثة المهمة أن ترى ثواب الله سبحانه وتعالى وأجر الله سبحانه وتعالى في الإخلاص مباشرة. ربنا اداك الأجر مباشرة على طول. إيه الأجر؟ تشعر بالسكينة. العمل اللي بتعمله لله مخلص بيشعرك بإيه؟ السكينة والإطمئنان. والسكينة من ملكها ملك كل شيء ومن فقدها فقد كل شيء. أسأل الله